بما إن البرنامج بتاعنا بيتكلم عن أصل بداية أيوة فعلا هي أولها سين. هنتكلم عن بداية أي حاجة وكل حاجة تيجي على بالنا، عشان كده ابتديت. يمكن ألاقي في المستقبل اللي يتكلم عن بدايتي ولا حاجة. هو عنده مكتب أساسا. وبما إن ده أول فيديو ليا في البرنامج وعلى اليوتيوب، فأنا قررت أتكلم عن أصل بداية اليوتيوب. دي قناة 5 جد، وده برنامج أصل بداية. يلا عايزين تعرفوا أصل بداية اليوتيوب. اليوتيوب يا جدعان، اليوتيوب اللي عرفنا على العالم. يا راجل ده أنا كنت بحلم بس يبقى عندنا نت في البيت عشان أقعد على اليوتيوب براحتي من غير ما أشحن رصيد ويخلص بسرعة. ده وما كروت الفكة بقى، ما أقولك كنت مضيع الرصيد كله على فيديوهات الجيمنج بس. سكر محلي محطوط على كريم كعبك محني والوضع للإيمان واديني تلاقيني لسه بخير خراب طبعا اتغار عنور. لا وبعد كل ده تقول لواحد صاحبك ادخل على اليوتيوب شوف لنا البتاعة دي بتتعمل ازاي، ولا طريقة عمل الكوسة بالبشاميل حتى، يقول لك ياه يوتيوب ده انت قديم قوي يا بوي، ده انت قديم قوي يا استاذ عمر. امال يا ابني شات جي بي تي ابو مليارات نعمل بيه ايه؟ يقول لنا الكوسة. ماشي يا شكرا اتفضل. نتكلم 5 جد بقى. اليوتيوب اتعمل 14 فبراير 2005. ايوه زي ما سمعت كده اخويا، يوم عيد الحب تقريبا، عشان كده لونه احمر ولا ايه؟ خلاص. المهم ان 3 صحاب كانوا شغالين كده في شركة اسمها حمو. اسمها باي بال يا حبيب أخوك. الشركة اللي الفئز بتاعتها ما بتشتغلش عندنا في مصر دي. أيوة هي دي. درجات احنا سمعتنا وحشة. المهم تشاد هيرلي وستيفن تشايد وجاويد كريم، ال3 دول قرروا يعملوا كده حاجة وهم قاعدين فاضيين، بما انهم مبرمجين يعني وكده. قال لك بس احنا نعمل موقع الكتروني. ناس بقى عارفة هي بتعمل ايه واشتغلت في المجال كتير، وانهم يعملوا موقع الكتروني بالنسبة لهم سهل جدا، اسهل بالظبط كده من انك تقعد تعيش كارت فكة من المحفظة بتاعتك وانت قاعد. فعملوا اليوتيوب. واقول لكم على حاجة كمان، عملوا لونه احمر عشان عيد الحب. معلش كلمة يوتيوب بتتقسم لجزئين، يو اللي هو انت طبعا يعني مش محتاجة، وتيوب. تيوب كلمة قديمة كانت بتتقال على التلفزيون قبل اختراع كلمة تلفزيون، فبقت تيوب. واكيد مش الترجمة بتاعتها انت تلفزيون، بلاش بقى تتفزلك وتقعد تقول لي يعني انت تلفزيون والشغل. المهم تسجل الدومين في فبراير 2005 باسم www.youtube.com اللي كلنا عارفينه دلوقتي. ما كانوش يعرفوا ان الرابط ده بعد كده هيفتحوا تقريبا جميع سكان الكوكب حرفيا بعد كام سنة بس من انشائه. لكن في الاول وقبل بداية اي حاجة كان الموضوع محبط شوية، ان ازاي هقدر اوصل الرابط ده للناس فعلا، لان ساعتها ما كانش فيه شير زي دلوقتي. كان قليل قوي اللي بيستخدم الانترنت في العالم كله. اللي كان عنده كمبيوتر ووصلة نت في البيت هو اللي كان يقدر يستخدم النت بحرية، لان ما كانش فيه ساعتها الموبايلات الحديثة زي بتاعت دلوقتي اللي تقدر تشغل عليها نت بكل سهولة سواء لو كنت في البيت او في الشارع. فقرروا هم بنفسهم اللي يبتدوا على الموقع ويعرفوا العالم كله ان ده برنامج فيديوهات. الموضوع بالظبط عامل زي زقة كده عشان بس الموقع يبتدي يشتغل. وفعلا في 14 ابريل 2005 ينزل اول فيديو بعنوان مي ات ذا زو، يعني ليه في حديقة الحيوان. وده كان أول فيديو رسميا على اليوتيوب لجاويد كريم، مؤسس من المؤسسين. والفيديو بعدها انتشر بسرعة جدا بين الناس، وابتدوا هم كمان في بداية تنزيل الفيديوهات علشان تبقى جوجل واقفة بتتفرج من بعيد كأنها بصة بتلسكوب على بداية شرزة النجاح اللي هم كانوا متأكدين إن البرنامج ده هيحقق نجاح في المستقبل قريب أم بعيد، علشان بعد كده تروح تقدم عرض ل3 صحاب ما يترفضش. سنة 2006 يا جماعة، يعني بعد سنة واحدة بس من تاريخ إنشاء اليوتيوب بمبلغ وقدره $1.65 وهوب يقبلوا طبعا. اوبا امال ايه؟ انا بقول لك $1.5 سنة 2006. شوف بقى انت كانت قيمة الفلوس وقتها عاملة ازاي. طيب تفتكر هل ال3 صحاب ندموا بعد ما باعوا اليوتيوب وشافوا بعدين انه بقى المنصة رقم 2 في العالم بعد جوجل نفسها؟ الاجابة الصادمة لا طبعا ما ندموش، علشان الجانب المظلم من الموضوع ان لولا تدخل جوجل في شراء الموقع
كان زمانه قفل من زمان أصلا. حتى لو كان فيه زوار كتير كان الموضوع بالظبط هيبقى عامل زي الترند، وبعد كام سنة محدش هيفتكره وهتقل عليه الزيارات. وأظن إن كلنا شفنا ده مع ياهو وغيرها من المواقع. جوجل وفرت سيرفرات قوية جدا، صرفت فلوس ما كانش حد من المؤسسين هيقدر يصرفها عليه أصلا، وهم كانوا مجرد شباب مبتدئين جدا سواء في البرمجة ولا في شغلهم. ومع الوقت عملت نظام الإعلانات زائد ربح صانع المحتوى من نسبة الإعلانات اللي داخلة على اليوتيوب. يعني من الآخر شجعت المعلن وصانع المحتوى وكله مستفاد. حتى ال3 صحاب جوجل فضلت سايباهم زي ما هم مكانهم شغالين على الموقع، هم بس اشتروا منهم الفكرة مش أكتر. وكل واحد شاف حياته بالفلوس اللي خدها وهابي إند للجميع. وفي النهاية بنتعلم إن المجهود لوحده مش كفاية، الصبر مع القرار الصح مع شوية حظ برضو الدنيا بتظبط. والناس دول ما قالوش يلا نبقى أغنياء، هم بس جربوا وصابت معاهم ما خابتش. عقبال لما تصيب معانا كده يا رب، ومعاكم انتوا كمان يا حبايب قلبي. اليوتيوب كان بداية زي ما كانت كل حاجة ناجحة دلوقتي بداية، ودي بدايتي على القناة. ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة، وادخل خد لك لفة هتلاقي حاجات كتير تفيدك. مع ألف سلامة.